في ناس لو ما أخدتش الاهتمام كفاية بتحس إن في حاجة غلط، يعني لو ما اتحبتش بالطريقة اللي هي متعودة عليها بتحس إن العلاقة باظت. طب هل الاحتياج الزيادة ده مرض ولا طبع ولا ضعف؟ هو مش مرض نفسي، لكن ممكن يكون نمط غير صحي في التعلق، ولو اتساب من غير وعي ممكن يتحول لمعاناة حقيقية. الاحتياج الزيادة ده بيخلي الشخص إن هو يحس إن قيمته جاية من مشاعر الشخص اللي قدامه، وأسبابه غالبا بترجع لتجارب سابقة زي الخذلان أو الهجر، وتقدير الشخص ده لذاته بيكون ضعيف، والشخص ده ما بيكونش بيبالغ، هو فعلا بيكون قلقان وخايف يخسر. طب هل الطرف التاني المفروض ان هو يحتويه؟ الاحتواء بيكون تفهم ووضوح، وان هو يطمنه، لان فاهم اللي قدامه ان بكلمه بسيطه ممكن حياته تكون اهدى. لكن ده طبعا مش حل كفايه. الحل الحقيقي مش في كميه الحب، لكن الحل في العلاج النفسي، ان يخلي الشخص ده يكون فعلا مطمن من جوه، ويفصل ما بين الحب والخوف، بيتعلم ازاي يحب من غير ما يتعلق. لان العلاقات الصحيحه بتتكون ما بين شخصين واقفين على ارض صلبه، مش واحد ماسك في التاني عشان ما يقعش. لكن لو حاسس انك في الدوامه دي او شايف حد قريب منك بيعاني منها، الدعم النفسي طبعا بيفرق. وفي يوتوبيا هنساعدك ان انت تفهم نفسك وتكسر الانماط المؤذيه وتبني علاقات صحيه حقيقيه.